في مواقف لازم تسكت فيها، والسكوت وقتها هيبقى مصلحة، ولكن في مواقف تانية لازم تتكلم وتزعق وتتخانق كمان، وإلا حقك هيروح. اللي هيتقال دلوقتي مش دعوة انك تسيب شغلك اللي انت فيه، بس في كام حاجة كده بتحصل بتديك انذار انك لازم تسيب المكان ده وفورا، ولو فضلت فيه وعانيت احتمال كبير قوي ان يبقى فيه خطورة على مستقبلك. خالد موظف بيشتغل في مكان من اول ما اتخرج من الكلية، وبدأ يتطور بعد فترة بسيطة جدا في المكان ده، ومسك مسؤوليات كبيرة جدا، او بمعنى اصح بقى يعتمد عليه في المكان، وفضل يتدرج في الوظيفة لحد ما وصل انه بقى يعتمد عليه بالكامل في بعض الحاجات المهمة في الشغل. بس بعد فترة من الزمن المكان ما بقاش بيشتغل زي الاول، فطبعا ما بقاش فيه ارباح، والمكان دخل في دوامة تعثرات مالية قوية جدا، يعني ما بقاش قادر يصرف على الشغل، فبدأت المرتبات بتاعة الموظفين تتأخر، والموضوع طول قوي، وبقى يوصل لمرحلة ان ممكن مرتبات الموظفين تقعد بالست شهور. والكلام ده طبعا ما كانش بينفع مع الناس كلها، لان مش كل الناس اللي عندها مصادر دخل تاني، في ناس معتمدة على المرتب ده اعتماد كلي، فبدأت الدنيا تقع على الاخر. المهم ان خالد ده كان عنده ولاء جامد جدا للمكان اللي هو بيشتغل فيه، وعمره ما فكر انه يشوف مكان تاني، ولكن في الفتره الاخيره دي اللي هي فتره الانهيار بتاع المكان لقى معظم زمايله بيشوفوا شغل بره، لكن هو فضل صامد على موقفه، لانه كان بيحس انه لو شاف شغل تاني الموضوع هيكون فيه كده نوع من الخيانه للمكان، وكان واخد الموضوع على ناحيه العواطف شويه، ومش واخد باله خالص من الحفرة العميقة اللي هو داخل عليها. بعد تأخير المرتب لأكتر من كذا شهر بدأ خالد يحس بالتعثرات المادية، يعني إذا كان عليه أي التزام بيدفعه أول كل شهر ما بقاش قادر يدفعه، وبدأت الديون تزيد عليه، وهو مش واخد باله خالص إن المكان اللي هو بيشتغل فيه بقى غير آمن بالمرة، يعني ممكن في أي لحظة الدنيا تقف تمام. بس هو ما كانش شايف الموضوع بوجهة النظر دي، لأنه زي ما قلت لكم كان واخد الموضوع من ناحية العاطفة، يعني بقالي سنين في المكان وارتبطت بيه والكلام ده، كانت العاطفة مسيطرة عليه أكتر من التفكير بالعقل، لحد ما بدأت الديون تكتم على نفسه. لما الديون زادت الدنيا اتغيرت معاه خالص للأسوأ طبعا، لأن يوميا كان في اتصالات بالطلب والسداد، طبعا هو مستني الفرج من المكان اللي هو بيشتغل فيه، اللي هو بقى كل شهرين أو 3 شهور بيدوهم ربع المستحقات، اللي هي طبعا ولا ليها أي لازمة في الحياة، لأن الديون بقت بأرقام كبيرة. فضل عم خالد ده بقى ماشي بالزق لحد ما بدأت بعض الجهات اللي بتطالبه بالسداد ترفع عليه قضايا، لأن هي الأماكن دي مش مشكلتها أنت ظروفك إيه ولا عندك إيه، ولا مشكلتها مرتبك ده بيتأخر ليه، المهم بالنسبة لهم إنك تسدد، والاهم من انك تسدد انك تلتزم في السداد، عندهمش حل تاني. المشكله بقى ان خالد في الوقت اللي حصل فيه الكلام ده كان تقريبا سنه وصل ل 40 سنه، فطبعا لما جات له فكره انه يشوف مكان بديل، وبرضه كان ناوي ما يسيبش المكان الاولاني، كان كل لما يروح يقدم في مكان كان بيترفض بسبب موضوع السن ده. وهنا بقى بدا يشوف الحقيقه اللي شافها خالد هي انه اكتشف انه ضيع سنين عمره في المكان اللي هو فيه من غير ما يكون مأمن مستقبله. اكتشف كمان ان اصحاب المكان مش مهم عندهم غير ان هو عباره عن اداه بتنفذ الشغل وبس، لكن كخالد البني ادم هو بالنسبه لهم ولا حاجه. بس الحمد لله ربنا وفقه في وظيفه كويسه وساب المكان الاولاني والدنيا مشيت معاه تمام. طبعا الكلام ده مش معناه ان انت تسيب شغلك عشان خاطر شويه المشاعر دي، لا، بس لازم يكون عندك مصدر تاني تتسند عليه لو حصل اي حاجه مفاجاه. ومن هنا بقول لك انك طول ما انت عايش وفيك صحه ما تعتمدش على مصدر دخل واحد، غلط جدا، وتفضل تحاول لحد ما تحقق ان يبقى عندك مصدر دخل واثنين وثلاثه كمان. حتى لو المصادر دي بتجيب لك دخل قليل مش مشكله، بس لازم يكون في مصادر تانية بديله، لان في وقت ما هتتفاجئ ان المصادر التانية دي هي اللي بتنقذك، لان الدنيا بتتقلب في يوم وليله، والمكان اللي انت شايفه النهارده امن وفيه مستقبل ممكن بكره ينهار في ثواني بسبب اي ظرف، يعني سواء من المكان نفسه او من بره المكان. في واحد صاحبي كان دايما بيقول لي جمله غريبه جدا بس كنت فاكرها هزار لحد ما شفتها بعيني، يعني كان بيقول لي ايه بقى، بيقول لي انت مشكلتك مش انك ساكت، انت مشكلتك ان كل ما بتتعرض لموقف ما بيعجبكش يحصل لك حاله شلل، ما تعرفش تفكر. انا استغربت جدا من التعبير بتاعه ده، شلل، بس هو فعلا كان عنده حق، لان انا كان اول ما يحصل ليا اي موقف فيه تعدي على حقي او اهانه مثلا، او مديري يكلمني بطريقه مش محترمه، الاقي وشي اصفر واعصابي باظت ومش بعرف اتكلم وبفضل ساكت كاني مش موجود. بعد ما الموقف يخلص ابدا اكلم نفسي، اقعد احلل وازعل، اقعد اتخيل ان لو كان قال كذا او عمل كذا كنت رديت عليه، بس طبعا كل ده بيحصل بعد ما الموضوع بيعدي والشرخ النفسي بيحصل، ساعتها بتحس ان انت ضعيف جدا. ففي مره سالت صاحبي ده قلت له هو انت كنت بتقصد ايه بكلمه شلل لما قلتها لي، لان انا فعلا بحس اني مش قادر اتحرك وقت اي موقف. قال لي ايوه، انت بتحس ان لسانك مربوط ومخك بيقف ومش شغال، تفضل مستني الموقف يخلص لوحده. المصيبه بقى ان في كتير قوي كده، ناس كتير جدا بالطريقه دي ساكتين وسايبين الدنيا هي اللي تاخد حقهم، وكل يوم بيتخدش كرامتهم سنه سنه لحد ما في يوم يصحوا لقوا نفسهم بلا كرامه، وبعدها بيكرهوا نفسهم. صدمه الاكبر لما قال لي انت بقيت تخاف تتكلم لانك بتخاف من ردود الافعال، اي كلمه هتقولها بتقعد تفكر في رد فعل اللي قدامك ده هيقول ايه، فبالتالي بتضطر تسكت وما تتكلمش عشان تعدي الموقف. بس ساعتها هتتاكد تماما ان انت شخص ضعيف، ودي كانت اصعب جمله قالها بصراحه لانها فعلا حقيقه.
سكوت مش دايما حكمه، اوقات بيكون نوع من التحايل عشان تقبل الظلم. للاسف سكوتك بيخلي اللي قدامك يفتكر انك راضي بالوضع وانك مش هترد او مش هتعرف ترد، فبيزيد في الفعل بتاعه. ولكن انت في لحظه معينه وبتبقى متاخره قوي هتلاقي نفسك عايز توقف كل حاجه، عايز توقف كل حاجه مهما يحصل. بس ممكن وقتها تحس انك مش مأمن نفسك وخايف ترد لانه خدماتك في الشركه مثلا مستقبلك يضيع. هل انت مأمن مستقبلك ولا كلنا في الهوا سوا؟ والسؤال الاهم، انت دوست لايك ولا لا؟ لما كنت بقدم في أول وظيفة في حياتي كنت رايح وأنا عندي تفاؤل وسعادة، بس بمجرد ما قعدت في المقابلة بدأت أحس بالمسؤولية والقلق في نفس الوقت، وحسيت بأن موضوع الشغل ده مش حاجة سهلة خالص. لا، ده أنت بتحط نفسك في مسؤولية، ومسؤولية مزعجة كمان. هو الشغل ده هو اللي هيجيب لك الدخل اللي هتجيب بيه كل حاجة أنت عايزها، بس في نفس الوقت هيكون هو أول مصادر الإزعاج في حياتك. المهم ان انا كنت في اول وظيفه في حياتي ما كنتش محاسب، كانت الوظيفه عباره عن مساعد مسؤول المخازن، بس المكان بتاعي مش هيكون في المخزن، هيكون في مقر الشركه، لان انا كل مهمتي ان هو بيجيب لي البيانات وانا بسجلها على الكمبيوتر، يعني مدخل بيانات من الاخر. بس المرتب كان حلو جدا بالتناسب مع المرتبات وقتها، فللاسف كان هو ده الحاجه الوحيده اللي شدتني للوظيفه دي. لكن ما اعرفش طبيعه الشغل هتبقى عامله ازاي، ما كانش فارق معايا ساعتها. استلمت الشغل ومن اول يوم وانا بدات احس بالضغط النفسي، لان المكان كان فيه شويه بني ادمين كده ما لهمش حل، كل واحد فيهم شايف نفسه هو انصح واحد في المكان، وطول النهار عمالين يعملوا حوارات على بعض، مش بشوفهم بيشتغلوا ابدا. وبعد ما انا جيت اتحدوا سوا عشان يحوروا عليا. المشكله بقى ان انا وقتها كنت لسه متخرج من الكليه ومش فاهم حاجه في اي حاجه، غير بس ان انا اشتغلت وانا في الكليه حاجات بسيطه، بس الحاجات البسيطه دي ما ادتنيش الخبره ان اقدر اتعامل مع الاشكال دي. بدايه حواراتهم معايا ان كل واحد فيهم كان بيحاول باي طريقه انه يلزق لي الشغل اللي معاه، وكان في محاولات مستميته على الموضوع ده. المشكله بقى ان انت لما بتدخل مكان جديد طالما ما اتكلمتش وفضحت شخصيتك بتلاقي الناس كلها حذره جدا في التعامل معاك، وتحس انهم كده مقلقين منك شويه. بس بمجرد ما بتتكلم وتبين سنانك كده وتضحك الضحكه اللي هي الضحكه البلهاء دي اللي بتبين ان انت مش فاهم حاجه في اي حاجه، بتلاقي نفسك دخلت في شريحه تانية خالص. يعني مثلا كنت اول ما اوصل الصبح اقول لهم سلام عليكم فمحدش يرد، وبعد شويه الاقي حد منهم يرد لان هو تقريبا بيكون عايز حاجه، يعني مش بيرد لله كده. يعني اجي اروح الحمام كلهم يقعدوا يبصوا لي بطريقه غريبه، يتابعوني بنظراتهم كده من تحت لتحت، وتحس كمان ان هم عايزيني ان انا اللي ابدا بالكلام الاول. المهم فعلا ان انا غلطت وبدات بالكلام، وبعدها اتفضحت شخصيتي، وانا عرفت الكلام ده بعد كده لانهم بقوا يستغلوها ضد. المدير اللي كان في المكان كان شخص ظريف جدا بس برضه مش متزن خالص، يعني تحس كده ان هو غامض شويه، مره ليه بيضحك معايا ويا ابو حميد وما اعرفش ايه والكلام ده، ومره تانية تلاقيه قالب وشه ولا بيسلم ولا حتى كاني موجود، يعني عامل دور بقى المدير اللي احنا عارفينه. فبصراحه كان مكان فيه روح كده مش تمام، روح مش كويس، روح اللي هي ما تساعدكش على النجاح، لانك قاعد طول النهار بتعمل في حوارات على اللي حواليك، مش قاعد تنتج وتطور او تعمل مثلا طرق جديده تنفذ بيها شغلك. لا 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 لا. ايه بقى الحوارات اللي كانوا بيعملوها عليا؟ كانت حوارات تافهه، يعني حوارات ملهاش اي قيمه في الحياه، بس ما تفهمش، تحس كده هم بيعملوا الحوارات دي بس عايزين يقولوا لي رساله خفيه كده، يعني هم بيعملوا معاك الحركه انت تفتكر انها هزار بس تحس ان فيها رساله كده ايه خفيه. فاسمعوا بقى الهيافه اللي كانت بتحصل. نص اليوم كده بيكون معايا المحفظه بتاعتي والمفاتيح محطوطين على المكتب، واقوم رايح الحمام مثلا او المدير يطلبني، فبسيب الحاجه على المكتب طبعا عادي، مش معقول هتحرك بالحاجه وانا ماشي، واروح اشوف المدير عايز ايه. اول لما برجع ما الاقيش الحاجه على المكتب، اقعد ادور عليها واسالهم حد شاف الحاجه بتاعتي؟ يقول لي لا 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 لا، مش شفناش حاجه. طب حد خدها؟ ما يمكن الراجل اللي بيعمل لنا الشاي يكون خدها ولا حاجه، ولا كانهم عارفين حاجه، ويفضلوا سايبيني كده الف حوالين نفسي زي الدوده، لدرجه ان مش ببقى عارف اشتغل ولا اركز. بيجي في بالي بقى ايه، طب هكمل اليوم ازاي؟ ده المحفظه فيها الفلوس ومفاتيح البيت وفيها مستندات الشخصيه، ده دي لو ضاعت هتبقى مشكله كبيره، ده البطاقه الشخصيه دي لوحدها كارثه. فين بقى في اخر اليوم كده يوم واحد منهم فاتح الدرج اللي في مكتبه، لا والظريف يقول لي ايه، انت بتدور على دول؟ ويقعدوا يضحكوا كلهم. قال يعني ده هزار؟ طبعا هو الكلام مش على هزار، لا ده في رساله خفيه بتتقال في وسط الحوارات اللي بتتعمل دي. الرساله الخفيه دي بتقول ايه بقى؟ بتقول انهم في اليوم ده عطلوني عن الشغل جدا، وحتى لو بشتغل دماغي مش مركزه خالص وعمال اغلط، لاني عمال افكر ان المحفظه دي لو ضاعت هلف لفه سودا عشان اطلع الاوراق اللي فيها تاني، واروح اختم من هنا واروح اعمل من هنا. يعني بصراحه شلت الهم واليوم باظ. هم وصلوني لمرحله ان انا حسيت ان انا ما جيتش بالمحفظه والمفاتيح من البيت. طب ازاي؟ ركبت مواصلات ازاي؟ حاسبت الناس ازاي في الشارع؟ بقعد اكلم اهلي في البيت واسالهم المحفظه فين. يعني حوارات غريبه جدا ما تطلعش من ناس عاقلين. بس طبعا دي الحوارات الخفافه، في بقى الحوارات التانية الاتقل شويه في المستوى، حوارات كده فيها ضرب تحت الحزام. زي ما قلت لكم ان انا كنت مساعد امين المخزن، يعني امين المخزن بيجي يحط لي الدفاتر وانا ادخل البيانات على الكمبيوتر، هي دي كانت شغلتي. فكانوا احيانا يخبوا الدفاتر دي مني، يعني مسافه ما اروح اي حته كده وارجع يخبوها. المشكله ان هم كلهم كانوا بيعملوا الحوارات دي، مش واحد منهم مثلا، لا ده تحس ان هم عصابه متجمعه عليك عشان يقرفوك. يعني يمكن كانوا بيعملوا كده عشان انا لسه جديد بقى وخام في المكان بقى وعايزين يعني يعلموا عليا بمعنى اصح، بس ما تفهمش هم كان ايه اللي في دماغهم ساعتها. في نفس الوقت بقى من ناحيتي انا بتجيلي الفكره في دماغي ان انا ارد لهم الحوارات دي، بس بحس اني هدخل نفسي في مشاكل، اقول لنفسي لا يا عم انا ماليش دعوه بيهم، انا مسالم بقى واخد جنب. المهم اني في مره
قلبت وشي عليهم. يعني عملوا معايا حركه من الحركات بتاعتهم دي، رحت منتهزها فرصه وقلبت وشي عليهم، زعقت معاهم جامد جدا، قلت لهم ان انا ما بحبش الكلام ده. فعلا في اليوم ده انا كانت اعصابي بايظه جدا، مش فاكر ليه، ما كنتش مستحمل اي هزار ولا الحركات اللي بيعملوها دي. وهي دي كانت النقطه اللي بنتكلم عليها في القصه دي، وهي انك بتفضل ضاغط نفسك لغايه ما تنفجر. طب ما كان من الاول الصحوه دي من اولها تحط النقط على الحروف على طول. بس هل تتوقعوا انهم بعد الهجمه دي تفتكروا مثلا انهم اتخضوا بقى وارتجعوا عن اللي بيعملوه ده، ولا بطلوا؟ ولا الهوا، سابوني في يومها كده، وبعد كام يوم رجعوا تاني للهبل اللي كانوا بيعملوه ده. انت لازم ترسم شخصيه قويه جدا في مكان شغلك، حتى لو انت موظف صغير. في موظفين صغيرين كتير في اماكن محدش يعرف يعمل معاهم حاجه، لان هو راسم شخصيه واثقه من نفسها من الاول خالص، بيعمل شغله مظبوط، ما بيهزرش مع حد، اي حد يتجاوز بيطرقع له على طول. هو اصلا ما بيفتحش مجال للهزار من الاول، وانت لو فتحت مجال للهزار وبالذات مع الشخصيات اللي انا بحكي لك عليها دي، حياتك هتتقلب تماما، ولا هتعرف تركز لا في شغل ولا في اي حاجه. بس بعد المواقف دي حصلت حاجة، الدنيا اتغيرت بعديها تماما. كل يوم وانا رايح المكان ده بحس ان انا رايح الجحيم، مش مبسوط خالص، متضايق ومش طايق نفسي. كل اللي هاممني بس ان انا اخد مرتبي اخر الشهر، يعملوا فيا اللي يعملوه. بس برضه انا مش مرتاح في المكان، مكان متعب نفسيا. عارفين الاحساس ده اللي هو انت المفروض تبقى نازل شغلك في دماغك هخلص كذا النهارده وهعمل كذا وهعمل كذا، ودماغك كلها مشغوله بالشغل. لكن هنا في المكان ده بتفكر في ده هيعمل معايا ايه النهارده، وده هيضايقني ازاي النهارده، طب اتصدى ازاي للغلاسه بتاعت الاخ ده. يعني مكان ما فيهوش اي منفعه. بس الحمد لله الموضوع انتهى من عند ربنا. امين المخازن مره جه ولقاني قاعد في التكييف ومبسوط ومرتاح كده، قال لي ايه ده وانت قاعد في التكييف هنا وسايبني قاعد هناك في جهنم الحمراء؟ يلا هات الكمبيوتر بتاعك والمكتب ووديهم المكتب، ما هي الاداره عايزه كده. طبعا هي ولا الاداره عايزه كده ولا حاجه، الموضوع كله ما هو الا ان البشر الموجوده في المكان ده فيهم شويه كده نوايا سيئه بطريقه بنت لذينه، كميه حقد وغل على البني ادمين بطريقه مش طبيعيه. المهم ان انا لما رحت المخزن وشفت مكانه وحسبتها كده في دماغي مع المشوار، لقيت نفسي بصرف مواصلات قد مرتبي مرتين ثلاثه، ده غير ان هناك مفيش اتصالات والحته مقطوعه هناك. فبصراحه ما كملتش اسبوع او اسبوعين كده ورحت مقدم استقالتي على طول. بس كانت شركه من الشركات اللي مش هنساها ابدا. يعني انا اشتغلت في اماكن كتير جدا، بس في اماكن كده بتعلم معايا وبتديني خبره حياتيه اكتر بكتير من الخبره العلميه.